فصلت الفراخ الفيومي عن الفراخ البيضة، ومن ساعة لما فصلت الدنيا عن بعضها وانا حاساهم ما شاء الله لا قوة الا بالله، رايقين كده وحلوين وهادين وندين كده. فانا كنت حاسه ان يعني وضعهم كلهم مع بعض كان غلط، مع انه كلهم انواع فراخ، والفراخ الفيومي بتبقى دايما حالتها الصحيه العامه احسن من الفراخ البيضاء. بس للاسف المره دي الفراخ الفيومي حالتها مش زي الفراخ البيضاء، اللهم بارك. الفراخ البيضاء حاسه ان الحاله العامه بتاعتها كويسه عن كل مره، لكن الفراخ الفيومي لا. هصورها معاكم الفراخ الفيومي هوريها لكم اهوت، وانا ممشيهم على سقوات وعلى حاجات، بحط لهم كل يوم حاجه جديده. مش بضيع وقت انا في الموضوع ده، يا اما على العلف يا اما على الميه. بقالي 3 ايام بحط لهم شيح على الميه، وده تالت يوم النهارده. السقايات دي نص لتر زي ما قلت لكم عليها قبل كده، بحط على كل شويه منهم يا دوب ربع كوبايه بس كده من الشيح. انا عملت الشيح 3 ايام لان حسيتهم كايشين مش مظبوطين كده، فعملت لهم كلهم الفيومي والابيض وكله عملت لهم سقوه شيح، وده تالت يوم النهارده في سقوه الشيح. سقوه الشيح 3 ايام. الشيح بيحمي من الاسهالات، بينظف الجهاز الهضمي، بيقوي المناعه، بيعالج كل انواع الاسهالات بكل اشكالها وانواعها. في اي نوع اسهال ابداي شيح على طول 3 ايام ورا بعض. كل يوم تحطي ربع كوبايه على سقال لتر. انا حاطه هنا ربع على نص لتر عشان انا مخففاه، مش حاطه كتير. وهضيفها ليهم دلوقتي. وده كان اخر يوم في النهارده في سقوه الشيح، وبعد كده هنعمل سقوه جديده او خلطه جديده للعلف او للميه.